بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي بطل السوبر. الأهلي يفوز على الزمالك 2-0 في نهائي السوبر المصري. بجد يعني ان هو يستاهل النهارده المكسب، لان بيلعب بكل قوته الضربة وما عندوش اصابات ولا غيابات. هو مستحوذ من اول مباراة. وده طبعا انا يعني مش انا بس، كل الناس اللي هي اتفرجت على الماتش عندها رأي، ورأي على كابتن احمد عبد الرؤوف، اللي هو لا يتحمل نتيجة المباراة، ولكن هي الظروف اللي حطته كده. بس هو بس لينا عتاب صغير. انت يعني عمرو ناصر ازاي تبدأ بيه في مباراة زي دي، هو وعبد الله السعيد؟ يعني انا بتكلم بمنتهى الامانة. انت الماتش اللي فات كان شكلك كويس، مفيش خطورة عليك، التكتيك كله كان اللي انت لعبت بيه الشوط الاولاني في ماتش بيراميدز كان لازم تبدأ بيه في ماتش النهارده، ماتش النادي الاهلي. ولكن اتنين لعيبة مؤثرين النهارده كانوا مش في حالتهم، هم السبب في اللي هو حصل ده. يعني انت ما لعبت سيف فاروق جعفر، انا شايف والله ان هو كان احسن من عبد الله السعيد واحسن من ناصر ماهر، عشان بس تكونوا في الصورة. ليه؟ لأن بيجري ويخبط ويقفل وبتاع وفي شباب وحيوية في الملعب. ما حدش يقول لي خبرة، وما حد زي يقول لك ايه الخبرات هتفرق، ومش الخبرات ايه اللي هتفرق. ده عبد الله السعيد مش قادر يشيل رجله يا جدعان. ده الجون التاني اللي هو جابه النادي الأهلي، هو لو شال رجله، لو هو واقف على رجله صح ومش يعني، ده يبين بقى العجز وكبر السن والكلام ده، ان هو مش قادر يمطوح رجله عشان يعمل الكرة ثرو باص اللي هي للجزيرة، ولا مش فاكر لألفينا، تتقطع تترد الجون التاني. يعني هو مش قادر يمرجح رجله عشان يعدي الكرة من فوق الراجل، وفي مساحة بين الشناوي وبين المهاجم اللي هي كانت هتروح له، تتقطع تترد الجون التاني. غير كده انت الشوط الاولاني مفروض ان انت بتقول بلعب عشان الخبره، هو وناصر ماهر مفروض ان هم يمسكوا لك كوره تك 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 تك، عشان عندهم الكوره اعلى من لعيبه الاهلي. انت عندك لعيبه الاهلي مروان بيدافع، وعندك ديانج بيدافع. انت الناس اللي هتمسك كوره هو عبد الله وناصر، والاثنين النهارده ما كانوش موجودين. ومعاهم كمان اللي اتظلم ده ناصر، عمرو ناصر ده. ليه انت اللي ظلمته يا كابتن رؤوف؟ لان لازم في الماتش ده لازم الجزيري باي حال من الاحوال. يا واخد على ماتشات الاهلي بيهدف، راجل خبره، راجل قوي، بيبقى في مساحات ان هو بيقدر ينطلق فيها. ف يعني انا بعيب عليك في الحته دي. يعني الحته دي ان انت كنت لازم تقعد عبد الله